يا ليلة بيضة بخطين حمر على نادي الزمالك وجمهوره. مليون 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 مبروك لنادي الزمالك وجماهيره. كاس الكونفدرالية للمرة التانية في تاريخ نادي الزمالك. ده شكل نهضة بركان وشها حلو على الزمالك ولا ايه؟ اوعوا تنسوا ان الكونفدرالية اللي فاتت اللي اخدها الزمالك في 2019 كانت برضو من نهضة بركان. ده انتوا وشكوا حلو. الزمالك كان بادئ الشوط الاول بحماس، حاجة يعني جامدة جدا. اللعيبة كانت نازلة مستقتلة على المكسب، احنا هنكسب النهاردة يعني هنكسب، ما هو مستحيل نكون وسط جمهورنا وكان الجمهور بالمنظر ده وكمان نخسر، والله ما يحصل. لعيبة الزمالك في اول شوية من الشوط الاول بصراحة كلوا النجيلة، اكلوها حماس وضغط وهجوم وتصويبات على المرمى وخلق فرص وحاجه كده كانت جميله الصراحه، لحد ما احمد حمدي جاب جون المكسب للزمالك وكان اسيست من ملك الاسيستات في نادي الزمالك هو زيزو، والجون كان حلو الصراحه. بعد كده بعد الجون انا معرفش ايه اللي حصل في نادي الزمالك، ابتدى رتمهم يهدى شويه معرفش ليه. حتى نهضه بركان كانت ابتدت انها تهاجم، ده حتى المعلق بتاع الماتش قالك هو في ايه يا زمالك، هو احنا هنبتدي نطفش كور من دلوقتي؟ من بعد الجون نهضه بركان قعدت تهاجم 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 وتصنع فرص وتصنع فرص وتصنع فرص، وكل شويه نحط ايدنا على قلبنا وكل شويه نحط ايدنا على قلبنا. ما تستغربوش انا اهلاويه بس طبعا كنت بشجع الزمالك لان هو بيلعب باسم مصر وهيرفع اسم مصر، فطبيعي اي مصري لازم يشجع اي فريق مصري بيلعب باسم مصر. نهضة بركان بقى كانت عملت اكتر من كورة خطر، بس الحمد لله كلهم جم في الساعة لان هما تقريبا كانوا بيصطادوا عصافير، والماتش كان مليان فاولات وانذارات وضرب. كان ايه الحماس كان مولع كده في الملعب من الفرقتين، سواء كان من نادي الزمالك او من نهضة بركان. بس بصراحة نهضة بركان كان واقف الند بالند لنادي الزمالك وخلى الزمالك حقيقي يعاني قدامه. بصراحة شابوا ليهم وشابوه برضو لنادي الزمالك علشان ما استهانش بفرقة نهضة بركان. بس رغم تراجع نادي الزمالك في اخر وقت وكمان لعبوا تقريبا شوط تالت ما كانش يعني وقت بدل ضايع، ده قدروا ان هم يمسكوا نفسهم للنهاية وقدروا ان هم يمتصوا حماس نهضة بركان وقدروا ان هم يكسبوا ويختفوا اللقب المرة التانية من نفس النادي. مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بكاس الكونفدرالية للمرة التانية في تاريخه. سلام.